باتيسري بكميه كبيره وتجي بزاف هايله وبنينه. اللي حابه تشوف الوصفه ما عليها الا تشاهد معنا الفيديو من الاول للاخير وتشوف المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه شهيوات ام رمزي. اليوم ان شاء الله وعلى بركه الله راح نديروا لي طرونش باتيسري. يديروا كميه، يعني يقطعوا لكم كميه كبيره. كيما راكم تشوفوا نحتاجوا 5 بيضات. اذا كان البيض تاعك كبير ديري 4 فقط راح يكونوا كافيين. انا البيض تاعي كيما راكم تشوفوا راهو صغير ماشي. نحتاجوا كاس سكر هكذا كيما راكم تشوفوا. هذا هو الكاس المستعمل اللي يهز 240 ملي. نحتاجوا كيسين من الفانيلا، كيسين من خميره الحلويات، نحتاجوا كاس حليب، كاس زيت، وبلا ما ننساو الفارينه والقرصه تاع الملح. الفارينه من 2 كيسان ونص، يعني كل وحده والفارينه تاعها. كاينه الفارينه اللي تنشف. من بعد ان شاء الله تشوفوا معنا القوام كيفاش يكون وتفهموا. نبداو بها بسم الله وعلى بركه الله. دائما كيما راكم تشوفوا نحط البيض، نزيد له السكر ونزيد نحط لافاني هكذا كيما راكم تشوفوا. وبلا ما ننسى ندير رشه من الملح هكذا كيما راكم تشوفوا، قريصه من الملح. ونطلع الكل بالباتور مليح حتى يطلع لي السكر مع البيض، ونرجعوا ان شاء الله نكملوا نديروا الزيت والحليب. يعني راكم تشوفوا بعد ما بيض الخليط هكا كيما راكم تشوفوا، هذا دليل بلي راهو السكر داب مليح. تخدمي بالفوي ولا بالباتور، كل وحده تخدم واش عندها في دارها. يعني الان نولي نضيف الزيت على شكل خيط هكا ونخدم مليح بالباتور ولا بالفوي، ولا كل وحده تخدم كيما تقدر وكيما عندها حتى نخلص الزيت تاعي. ونعاود ان شاء الله نرجع بعد ما تخلي الزيت مليح في الخليط تاعي. راح نزيد نحط الحليب ونزيد نخلط مليح الحليب، ومن بعد ان شاء الله نكملوا نديروا الفارينه. خلطت مليح الحليب وتحصلت على هذا الرغوه كيما راكم تشوفوا. الان واش ندير؟ راح نحط الفارينه، راح نبدا ندير الفارينه وندير خميره الحلويات. هنا كيسين من خميره الحلويات، 2 ساشيات خميره الحلويات. راح يجوني 4 ملاعق صغيره. الملعقه الاولى بسم الله، الملعقه الثانيه، الملعقه الثالثه، والملعقه الرابعه كما راكم تشوفوا. ملعقتين صغيرتين هي ساشي لاليفيا هكذا. حنصير مليح، حنبدا ندخل الفارينه مليح كيما راكم تشوفوا. تبقاو تدخلوا الفارينه بشويه حتى تحصلوا على خليط يكون رطب مليح ليس، يعني ما تكونش فيه الكعابر خلاص. درنا هنا كما راكم تشوفوا. بعد ما درت 2 كيسان الان زدت نص كما راكم تشوفوا، وكل وحده والفارينه تاعها. المهم تحصلوا على القوام المطلوب. نكمل ندخل مليح ونعطي لكم القوام تاعها كيفاش. اذا نشوفوا كيفاش القوام المطلوب هكذا كما راكم تشوفوا. تكون سايله، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش ناشفه خلاص كيما الجينواز يعني العاديه هكذا كما راكم تشوفوا. الان واش ندير؟ نجيب بلاطو يكون فيه ورق الطهي مدهون بالزيت، ولا يكون مدهون بالزيت ولا بالزبده، وترشوا عليه الفارينه. راكم تشوفوا البلاطو فيه ورق الطهي ودهنته مليح بالزيت باش ما تلصقليش لاجينواز تاعي هكذا. نكمل نفرغو مليح. راكم تشوفوا بعد ما فرغتها نمشيها مليح
هكذا كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم راني دهنتو بالزيت باش ما تلصقش، ولا تدهنوه بالزيت وديروا الفارينه الا كان ما عندكش ورق الطهي هذا، ولا تدهني بالزبده وديري الفارينه ما راحش تلصق معكم، لاني جربت من قبل ندير ورق الطهي عادي لكنها تلصق. كديروا الطريقه هذه بربي ان شاء الله ما تلصقش. هكذا كيما راكم تشوفوا، وتخبطوا البلاطو تاعكم مليح باش نعدلوا لها السطح تاعها مليح. وفي نفس الوقت الفرن تاعي راهو شاعل على 170 ولا 180 درجه، وندخلوها طيب مليح. بعدها ان شاء الله تشوفوها معنا. شوفوا بعد ما جبتها من الفرن، شوفوا كيفاش هشيشه جات بزاف هايله. ما راكم تشوفوا خدمت الشربات باش نسقي بها لاجينواز تاعي. درت نص كاس سكر وكاس ماء وعصير حبه ليمون وخليتهم غلاو، ومن بعد حسبت لها 10 دقائق وطفيت عليها. كما راكم تشوفوا تقدروا تسقيوها بالحليب، لكن بالحليب ما كما نقولوا تحكم لكم يومين فقط ولا يوم، ماشي كيما تسقيها هكا. راكم تشوفوا نحيت الحاشيه لانها راح نبدا نسقيها بالشربات اللي درتها، يعني نشربها مليح هكذا كيما راكم تشوفوا. تشربوها مليح. تشوفوا بعد ما شربتها مليح نخليها شويه ونبدا ندير لها كريم شونتيي اللي درت كاس من بودره الشونتيي ودرت نص كاس حليب هكذا، ونبدا نمشي فيها مليح ونخليه شويه باش نديرو بها لي غوزاس تاعنا على الوجه، يعني نزينو بها نديرو بها لي غوزاس. اذا نكمل نمشي لا شونتيي تاعي مليح، نديرو طبقه لاباس بها هكذا كيما راكم تشوفوا. نكملها كامله، ومن بعد ان شاء الله بعد ما درت لا كريم شونتيي نوليو للذوق كيفاش نديروهم. انا حندير الليمون وراح ندير الشوكولا، راح نقسمهم يعني. انا حندير نوعين، راح ندير تاع الليمون، اذا نخدموا سوبر كريم تاع الليمون كما راكم تشوفوا. عندي كاس غير ربع سكر، نزيد له كاس غير ربع ماء ما يكونش معمر بزاف، كاس غير ربع ملعقه من النشاء كما راكم. نزيد ندير نص كاس من عصير الليمون هكذا كما راكم تشوفوا. نزيد ندير حوالي ملعقه صغيره من ذوق الليمون، من عطر الليمون هكا كما راكم تشوفوا، باش يعطينا ذوق قوي يعني فيها تاع الليمون، فيها لون ويعطينا الذوق. اذا نكمل نحرك مليح ونحطها على نار هادئه ونبقى نحرك حتى تختار لي يعني السوبر كريم تاعي ونحيها. خدمتها معكم نفسها تاع الفراوله، الا حبيتيها ذوق الفراوله تستغني على الليمون وديري ملعقه كبيره من فلون فراوله وديري ذوق الفراوله. الشوكولا كما راكم تشوفوا سخنت مليح الكريمه السائله كما راكم تشوفوا، وندير قد الكريمه قد الشوكولا، يعني درت شوكولا سوداء. اللي تحب شوكولا بالحليب دير شوكولا بالحليب. سخنتها مليح ونحط فيها الشوكولا، نزيد ندوبها مليح. وسوبر كريم كي تغلي سوبر كريم تاع الليمون وتلقاوها ولات تدير في الفقاعات لتما تنحيوها، تبقاو تحركوا كما قلت لكم على نار هادئه. نفس الكريمه اللي خدمتها معكم سوبر كريم خدمتها معكم في تاع الفراوله كما راكم تشوفوا. السوبر كريم تاعنا راهي واجده كما قلت لكم. نبقاو نحركوا في النار حتى تولي دير الفقاعات، نحيها ونخليها الان تبرد، لكن ما تبردش خلاص باش ما تجمد لكمش، يعني نخليوها شويه تولي دافيه باش ما تذوبلناش لا كريم شونتيي تاعنا. الشوكولا تاعنا كما راكم تشوفوا
راهي دابت كذلك نفس الشيء، نخليها تولي دافيه ونديرها باش ما تذوبلناش لا كريم شونتيي تاعنا. نشوفوا الان السوبر كريم تاعي ولات دافيه، راح ندير في النصف الاول هكذا كما راكم تشوفوا. ندير الان كما راكم تشوفوا، راح نزيد ندير النصف الثاني تاع الشوكولا كما راكم تشوفوا هكذا. نكمل نحط الشوكولا بشويه ونمشيها هكا كما راكم تشوفوا. نفس العمليه اللي درناها مع نفس الطريقه اللي درناها مع السوبر كريم هكذا، ونكمل نعدلها قد حتى نكمل. بعد ما دخلتها للثلاجه تماسكت مليح كما راكم تشوفوا، راح نبدا نقطع لي طرونش تاعي. انا درت كيلت 3 صباع كما راكم تشوفوا، راني كيله. بسم الله، راح نبدا نقطع هكذا، ومره على مره نمسح الموس تاعي ونكمل. كما قلت لكم كيلت 3 صباع هكا، نقطع ونمسح الموس ونكمل. هكذا كما راكم تشوفوا. هكذا، وراح نزيد نقسم مع النص هكذا كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله، بزاف هايلين. راح نزيد نكمل نفس الشيء منا، نزيد نكمل نقص لي طرونش تاع الليمون، ومن بعد ان شاء الله نكون الان كيما راكم تشوفوا. رايحه ندير دي غصاص هكذا بلا كريم شونتيي. والتزيين يقعد اختياري، مثلا تاع الليمون هكذا كما راكم تشوفوا، راح ندير لها شويه حلوه هكا كما راكم تشوفوا هكذا. وهذه تاع الشوكولا رايحه ندير فيها الشوكولا هكا كما راكم تشوفوا هكذا. اذا نكملهم كامل ومن بعد ان شاء الله تشوفوهم معنا. نشوفوا لي طرونش تاعنا راهم واجدين. انا قسمتهم على 2، درت شوكولا ودرت ليمون كما راكم تشوفوا. لا كريم شونتيي راهي بدات تذوب لي، لازم نزيد نردهم الثلاجه. شوفوا كيفاش راهم واجدين، جاو بزاف هايلين وجاو بنان. حبيتي الليمون تاعك كيما نقولوا يجي حامض بزاف، لي طرونش تاع الليمون ديري سوبر كريم الطريقه اللي عطيتها لك. حبيتيها تجيك ناقصه حموضه تكثري السكر، ديري كاس سكر معمر مليح. وهاد الطريقه هاد الكميه دارت لي 14 تاع الليمون و14 تاع الشوكولا. لهنا شوفوا كيفاش معانا، كيفاش جات ما شاء الله، مشربه مليح وهايله بزاف وبنينه. شوفوا كيفاش ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتخليو لي رايكم في لي كومونتير، وبارطاجيو مع احبابكم مع اصحابكم. وشكرا جزيلا.